اهلا بكم سادتي انساتي. لتاني مرة هنتكلم عن سماعة لطيفة جدا من شركة كبيرة صينية ولكن كبيرة. مش صينية تفاح يعني، وصينية في صينية تفاح، صينية كنافة. مش صينية كنافة، هي صينية سوري، هي صينية، شركة صينية كبيرة الا وهي انفينكس. كلنا عارفينها، كبيرة جدا في صناعة المحمول او التليفونات. بس احنا النهاردة مش هنتكلم عن تليفونات، احنا هنتكلم عن ايرفونز، الا وهي السماعه الجامده دي. الو، تمام. السماعه دي موديل انفينكس اكس اي 20، تصميمها عصري جذاب جدا وبنفس التصميم بتاع ابل، ولكن البوكس بتاعها مختلف شويه او مختلف كتير عن الاوريجينال بتاعت الايربودز 3 والايربودز برو، ولكن الشكل ده قريب جدا. خلينا نشوف البوكس بتاعها. هو ده البوكس بتاعها، اكس اي 20. اكس اي 20 20 بس مش 21، دي 20 يا جماعه، خلي بالكم، لا هي 20 فعلا. تمام. متنسوش ان انا جايب دي من شوب نمبر 99، لكم اللينك تحت في الديسكريبشن لو محتاجين ان انتوا تشتروها برومو كود احمد سامح ريفيوز عشان تاخدوا خصم كويس جدا. خلينا بدون مقدمات كتير كده نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. الانفينكس الاكس اي 20 ترو وايرلس ايرفونز او تي دبليو اس مميزه جدا في الشكل بتاعها، شبه الايربودز بتاعت ابل، طبعا بضمان و 60 ملي سكند فقط تاخير عن الضربه او الشوت اللي انت هتلعب بيه. لو انت في لعبه مش تحس باي تاخير خالص، ودي حاجه مميزه جدا. طبعا خاصيه الجريت بيز، وفي نفس الوقت الصوت بتاعها كلير جدا، والمايك بتاعها حلو قوي، تقعد معاك لحد اسبوع مستريح في البطاريه استخدام. الاوبشنز اللي موجوده فيها برضو كليكتين، 3 كليكات، والتاتش بتاعها ممتاز بشكل كويس قوي سواء اليمين او الشمال. البلوتوث بتاعها 5.0، وده يديك مدى لحد 10 متر بدون ما تقطع الكونكشن. تعالوا نفتحها ونشوف ايه اللي جواها. السماعه بتكون بالمنظر ده، وبتكون جوه الكيس اللطيف ده، شكلها حلو جدا، مهتمين بالتفاصيل. الكليكه دي حلوه قوي، انا بحبها. وجاست السلك بتاع الشاحن وتايب سي بشكل حلو جدا. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. التصميم بتاعها في الودن شيك جدا زي ما انتم شايفين كده، وبيديك منظر رياضي ومنظر شيك، ومش رياضي بس، لا ده منظر كلاسيكي كده ممتاز برضه. ولكن مشكلتها ان انا ودني مش راكبه معاها، مش عارف ليه. دي مشكله ودني انا ولا مشكله السماعه؟ بس اعتقد ودني انا مش راكبه معاها قوي، عشان خاطر ودان البني ادمين كلهم مش واحد. ولكن دي حاسه ان هي محتاجه ودن اكبر مني شويه، بحيث ان هي تخش كده جوه ترستق. هي ما بتقعش يعني كده، هي ما بتقعش خالص، هي كويسه تقدر ان تجري بيها تلعب بيها كل الكلام ده، ولكن مش هتحس ان هي ثابته قوي، مش هتحس ان هي عازله الصوت، لا هي مدخله الصوت. ودي كل السماعات بتاعت الايربودز او الشكل ده بتبقى بنفس الخاصيه. فخلينا برضو نخش بالتفصيل كده على تصميم الماتيريال ونشوف الدنيا فيها ايه. بالنسبه لي التصميم والماتيريال، السماعه شكلها شيك قوي في الودن، ولكن كانت المفروض ان هي تتعمل تصميم اهدى شويه من البقليله دي، بحيث ان هي تثبت احسن في الودن. ولكن دي بسيطه، ممكن ودن كل واحد مختلف عن التانيه، فانا عندي مش ثابته قوي مثلا، لا ممكن تكون عندك انت ثابته قوي وودنك مناسبه. وكمان الماتيريال بتاعتها حلو جدا، والتصميم بتاعها حلو ما عدا الجزء البسيط اللي انا قلت لك عليه. المايك بتاعها حلو جدا برده في الاوبشنز، والتاتش هنا وبيشتغل بشكل حلو قوي، وفي لمبه هنا برده زي ما انتم شايفين. والتايب سي اللي من تحت ده حلو قوي، واللمبه زي ما انتم شايفين في لمبه كده عشان خاطر تقول لك انت في بيرنج مود ولا في انهي مود، ولا محتاج شحن، ولا ايه الدنيا بالظبط. بالنسبه للاوبشنز، فالاوبشنز الموجوده من ورا ان التاتش بتاعها حلو جدا، التاتش بتاعها حلو جدا، وكليك 2 كليك و3 كليك تقدر انت تشتغل بيهم بوز او ستوب او بلاي الميوزك، تقدر ان انت تشوف النكست سونج، تقدر تشوف السونج اللي قبلها، وهكذا. دول الثلاثه اوبشنز اللي موجودين فيها. بالنسبه لي اكتف نويز كانسليشن مش موجود، ترانسبيرنسي مود مش موجود، وده بسبب ان هي سعرها اقل من 1000 جنيه، فده طبيعي جدا. ملهاش ابلكيشن برضو، ما لهاش سنسور كده، قلت لكم كل المميزات كل العيوب بمنتهى السهوله. ولكن المايك بتاعها، استنوا، تي، ايه ده؟ المايك بتاعها حلو جدا، وكلمتهم او كلمت ناس يعني كتيره بدون اي مشكله، بدون اي تحدي على المايك ده. بالنسبه كمان للصوت بتاعها، البيز حلو، هي حتى مكتوب عليها جريت بيز، بيز عظيم فعلا. البيز بتاعها كويس، البيز بتاعها كويس، تحسش ان هي رخيصه خالص، لا تحس ان هي الصوت بتاعها نقي تو ذا بوينت، ممتازه. وبس كده، ده كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا انبسطتوا. وخلينا نعمل ريكاب سريع كده. الانبوكسنج بتاعها انبوكسنج مختلف شويه. طلع بتاع من هنا،
بشكل كده حلو قوي، وعليها معلومات كويسه قوي. والمميز فيها ان هي 60 ملي سكند سوبر لو ليتنسي، يعني التاخير بتاعها قليل جدا، فتقدر ان انت تعمل جيمنج مود بمنتهى السهوله. ودي ميزه رهيبه جدا موجوده في السماعه دي، وموجوده كمان في اختها الاصغر او الاكبر اكس اي 21 او ال 21. يعني بالنسبه للصوت بتاعها فهو حلو جدا، بالنسبه للمايك فهو ممتاز، بالنسبه للسعر بتاعها يعني ما فيهوش اي مشكله خالص. والباتري بتاعتها بتقعد لحد اسبوع. الباتري بتاعتها بتقعد لحد، حاولت ان انا اطلع الكرسي شويه عشان اقول ان الباتري بتاعتها بتقعد لحد اسبوع. انا مش حاسس فعلا بيها عشان خاطر هي خفيفه جدا على الود، فدي حاجه مميزه جدا برضو. لو حد بيتضايق من اي حاجه في الود فدي هتكون ممتازه جدا. وكمان البوكس بتاعها والتصميم بتاعها رايق جدا سواء هنا او الايد. والماتيريال بتاعتها ممتازه من هاي ماتيريال، جلوسي كده وشيك قوي. للاسف ما فيهاش سنسور، ملهاش ابلكيشن، وبس كده. دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا انبسطتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. ولكن قبل ما اشوفكم الريفيو الجاي، دي من شوب نمبر 99. دي من شوب نمبر 99، لو عايزين تشتروها كلموهم، هتلاقوها بخصم حلو جدا لما تقولوا لهم ايه ريفيوز ايفريثينج. طبعا ريفيوز ايفريثينج البرومو بتاعنا عند اي محل احنا بنتعامل معاه. ودي حاجه كويسه ليكم ان انا مش ناسيكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك. سبسكرايب بعد اذنكم، بعد اذنكم. يلا ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.